واحدة من ديت بتبقى مغلقة لوحديها، وهنقول ليه دلوقتي. لأن الكابوريا أو الاستاكوزا بتاكل بالليل، فأنا بهيئ لها الجو ده، المية جارية على طول بصفة مستمرة، لها فلو محدد بتمشي بيه زي ما احنا شايفينه كده، كمية مية مش كبيرة لكل واحدة من وحدات الكابوريا أو الجمبري. ده اللي شايفينه دي الأحواض بتاعة التفريخ أو المرحلة الأولية اللي هي بتاعة اليرقات. بعد كده بناخدها من اليرقات دي. طبعا هنا في ضخ الأكسجين أول بأول، تجديد المية. ودي الوحدات الصغيرة، المكعبات الصغيرة اللي هي الكيعان، والوحدات البايبات او المواسير الصغيرة بتخش فيها علشان كل، لان هي طبعا من المفترسات. يعني هي احنا لو سيبناها على بعض مع بعضيها كده في كميات كبيرة من غير ما نوفر لها الاكل بتاعها، لا ممكن تعض بعضيها. هنا الوحدات اللي زي ما احنا شايفينها دي المزرعة بتاعت كابوريا، هنا بتقدم لها